مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. نقلت جريدة الشروق التونسية اليوم خبر القبض على قاتل شكري بالعيد من قبل السلطات الجزائرية التي قامت بتسليمه للسلطات التونسية. خبر نفته وزارة الداخلية التونسية على موقعها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مؤكدة أن الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة. جاء في صحيفة الشروق اليوم أن الأطراف الجزائرية تمكنت من رصد تحركات المتهم الرئيسي في اغتيال شكري بالعيد والمجموعة التي كانت تحيط به عن طريق قمر اصطناعي مثبت لمراقبة الحدود بين البلدين. وأضافت كاتبة المقال أن مصادرها أكدت أن عمليات التمشيط في جبال الكاف والمناطق الحدودية قد توقفت، وهو ما يؤكد بحسب المقال أن القاتل في قبضة الجهات المعنية. أنا بنت ساقيت سيدي يوسف، يعني البلاصة اللي يتحصن بها المتهم معناها المدة الأخرانية، وعندي معناها مصادري في الجهة هذيك، ومصادري معناها نحب نقول لك اللي هي موثوقة. وزارة الداخلية كذبت المعلومات الواردة في المقال، وأكدت في بلاغ ورد بصفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها معلومات مختلقة ولا أساس لها من الصحة، معربة عن استغرابها عدم رجوع كاتبة المقال للمصادر الأمنية والقضائية المعنية للتثبت منه قبل نشره حسب نص البلاغ. ما عندي حتى نية اني انا ننشر اخبار زائفة، ونحب ناكد لي انا ما عندي حتى انتماء معناها لجهة معينة باش نعمل حاجات كيف هكا معناها. محامو الدفاع كانوا قرأوا المقال وعلموا بتكذيب وزارة الداخلية، وكانت لهم تحذيرات إن صدق قول الصحفية حسب تعبير لسان الدفاع. إذا صح وباش نقولوا أنه السيدة الصحفية اللي كتبت المقال متمسكة بأقوالها، نقولوا صحيح. هذا فيه انعكاسات خطيرة جدا على سير الملف. مش معقول أنه شخص موقوف، متهم موقوف لمدة 5 أيام، وسيد قاضي التحقيق لا يعلم بذلك. هذا يفتح لنا شكوك كبيرة دائما حول هناك طرف خفي ما، ويبدو هذا الطرف حاليا هو شق من الجهاز الأمني، باش ما نعممش، مرتبط بجهاز سياسي ما، يبدو أنه يحب يحاول يأثر على سير أبحاث القضية. القضية ما زالت مفتوحة أمام قاضي التحقيق، والعدالة كفيلة بكشف الحقيقة. هذا ولم يتسنى لنا معرفة المزيد من التوضيحات حول المعلومات الواردة بالمقال، سواء بالنفي أو بالتكذيب.